إذا نتكلم أيها الأحباب عن فتن، بعضنا فتنة في الشهوة، أقصد أنا ذكرت شهوة النساء، بعضنا في الشهوة لكن بانحراف آخر، عنده انحراف في الفطرة، فتنته في مثل جنسه، وهذا ما وقع فيه نساء الآن، تعرفون، خلونا صرحاء، فتنة المرأة بالمرأة، الإعجاب، ثم أوصلنا الإعجاب إلى المثليين أكرمكم الله والمسجد، ثم ابتدأ بعض الناس يسفل في الأخلاق إلى أن درجة تجاوز البهائم، مع احترامنا لهن لأننا نأكلهن، نسب البهائم ونحن نأكلها، لكن نقول بعضهم ظل وفتن بالشهوة حتى تعلق قلبه بأجناس ليست من جنسه، أعوذ بالله، وهذه فتنة من أخطر الفتن. وبعضهم أيها الأحباب فتن بالشبهات، وذلك أنه أشرب قلبه فتنة في التوحيد، بعضهم فتن في القدر، بعضهم فتن، استمع إلى رافضي في موقع محاورة وحادثه فألقى عليه شبها فاضطرب عنده مقام التوحيد ففتن، حتى أن بعضهم نطق بالكفر، خاصة بعد الانفتاح الإعلامي وانفتاح التقني. والله سمعت كلاما من بعض المسلمين يستفتيني أنه لو قلته أنا لكفرت أنا، ما أكثر أخوي لكنه مفتون وتكلم بشبه. وسمعتم عن أولئك الذين ابتعثوا فلم ينسوا حقائبهم بعد أن عادوا إلى أهلهم، جاب الشنطة معه والجواز معه بس نسى الدين، فتن. بعضهم تنصر، فتن، ما استطاع أن يجمع بين الحضارة المادية والغذاء الروحي، فتن. زمن للفتنة عجيب أيها الأحباب. ولذلك عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الفتنة، قال فتنا ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم ابتدأ إلى أن قال في فتنة العبد بفتن تجعل الإيمان أصله يعصف به، الذي كما سماه يموج موج البحار. ولذلك أحبابي إياكم أن تأمنوا من الفتنة، وإياك أن تقول أنا ضدها، أنا لا تخترق نياط قلبي وقواعد إيماني، لا. سأذكر في آخر الكلمة أن الفتن إن كان الأولون قد فتنوا في بعض المعاني وفي بعض الجوانب، فوالله إننا في زمن باتت الفتن تصبح وتمسي، والدليل على ذلك أنك لربما تقابل إنسانا في عام ويغيب عنك أشهر، تأتي بعد عام إذا الحال تغير، يا الله ثبتنا يا الله، ولا لا؟ تجده فقير ما عنده شيء، دخل في أسهم ملك 10 مليون، صار ما يسلم علينا وترك صلاة الجماعة، شوي طال ثوبه، قليل صار يتحدث من السرة إلى الركبة فقط، كان يتكلم عن معاني القرآن فصار يتحدث عن الشهوات، بعد قليل صار مذواقا مزواجا مطلاقا فاسقا إلا ربع. وهذا الذي يجعلك تقول بعدها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الطاعة. كل فتنة تصل إلى العصف بالدين فهي أعظم الفتن. ولذلك ما هي أعظم فتنة؟ أعظم فتنة هي الفتنة التي تصرفك عن الوصول إلى ربك وتبتليك وتختبرك، ولن يستطيع الإنسان أن يثبت إلا بمعاني إيمان عظيمة. الإمام أحمد سجن 18 يعني سنة ونصف، وكانت نتف لحم ظهره تتطاير، وكان يقول لسارق في السجن إني أخشى الصوت، أخشى فتنة الصوت، أي أنه إذا جلدوني القرآن مخلوق، قل مخلوق، قال بل هو منزل، هو صفة، كلام الله صفة من صفاته. قال له سارق أو قيل مدمن خمر جلد في الحد أكثر من مرة، قال يا إمام نصبر على فتنة الصوت ونحن على باطل، كيف لا تصبر وأنت على حق؟ فازداد إيمانه حتى خرج عليه رحمة الله
ذهبا خالصا قبل موته، وهو على فراش الموت ينظر إليه ابنه عبد الله عند رأسه يقول: أبتاه قل لا إله إلا الله. قال: ليس بعد. إمام أهل السنة يقول: لا، من يبقى قايلها، لا أقولها، ليس بعد. أبتاه قل لا إله إلا الله. قال: ليس بعد. وهو في إغماءة الموت حتى أفاق فقال: إن الشيطان جلس على مرمى البصر هناك يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد. خاف من الفتنة. قال: ليس بعد، باقي، ما بعد مت. ثم بعدها قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خرج من الحياة على لا إله إلا الله. مر عليه من اللأواء ومن النيران، نيران البلاءات، لكنه ذهب. يقال إن رجلا سقط في المسجد النبوي، هذا دلالة على الثبات، أن الإنسان إذا ابتلي بالفتن في الحياة وثبت عند آخر فتنة وهي فتنة الممات بل وتحت الأرض يثبت. لماذا يا أخوان؟ بعض أهل العلم جعل الدعاء بطلب الإعاذة من الفتنة جعلها من واجبات الصلاة. بعد إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. بعض أهل العلم جعلها واجبة، أي أن من تعمد قولها لا تصح صلاته. هذا قول، والقول الصحيح أنها سنة. من ماذا؟ لأنك لا عون لك في الحياة للوقوف أمام فتنها إلا الله، إلا الله، أن تكون تعرف الله. أول ابتلاءات القبر، أول سؤال ما هو؟ من ربك؟ الذي لا يعرف ربه في الحياة وفي المأمن لا يعرفه تحت الأرض، لأن اختبار الآخرة كيف؟ قال: فيجلسانه فينتهرانه فيقولان من ربك. لماذا ينتهرانه؟ ملكان في خوف، في ضيق، عاري، يجلسانه ينتهرانه، يهز بقوة: من ربك؟ الانتهار هذا ليثبت من كان ثابت الجنان والإيمان. أما أنت لو الآن أقومك من النوم وأقومك: وش اسمك؟ مو من ربك، وش اسمك؟ والله أتحداك تجيب اسمك، تجلسك فترة حتى تستجمع قواك، قد تهذي بما لا تدري، ثم تقول: أفزعتني، اسمي محمد. شو بعده؟ أحد ينسى اسمه؟ نعم، عند الفزع. كذلك تحت الأرض فتنة الممات، فتنة البرزخ، لا يثبت إلا من كان يعرف الله. انظر في حال عمر، الله أكبر، يسأله منكر ونكير: من ربك؟ قال: ربي الله. فمن ربكما؟ اختبرهم، أي إيمان هذا؟ وقد ورد ذلك في حديث حسن، إنه الإيمان. ولذلك سمي باب الفتنة عليه رحمة الله، أي الباب الذي كان باب حفظ الأمة من الفتنة، كما ورد عن حذيفة بن اليمان أن قفل الفتنة في أمة محمد إنه عمر. ولا تلومون أن يكون قفل الفتنة الشيطان، وهو الشيطان إذا سلك فجا سلك فجا آخر، وبعضنا إذا سلك فجا ركبه الشيطان ومسك أذنيه وأطاعه. وانظر بعضنا فتن حتى بالسهر. سنذكر اللي ما يصلون الفجر مفتونين في إيش؟ في الدعوة إلى الله في آخر الليل، الله المستعان، مفتونين بالسهر وإلى غير ذلك. ولذلك فتنته في حب السهر أدت إلى أن يصبح وقد بال الشيطان في أذنيه، نسأل الله العافية. ولو تقول الواحد أعطيك 100,000 وأبول في أذنك، شكاك في المحكمة الجزئية في جدة، إنه يريد إهانتي، كيف يبول في أذني؟ يا أخي الله يعظم أجرك، أنت من عقب رمضان بال إبليس في أذنك 50,000 مرة وما قلت شيئا. مفتون بحب الدعة والكسل التي كان الحبيب يستعيذ بالله منها. أقول قصة الرجل الذي في المدينة حتى لا أنساه، لما سقط جته جلطة وهو يصلي وداعية، فلما نقل المستشفى جمع حوله الأطباء يقولون: أحد الأطباء ابنه طبيب: يا أبتاه قل لا إله إلا الله. فتح عينه، نظر في الناس، قال: بل أنتم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مدرسة، ثبات، طمأنينة.
أولئك الذين ثبتوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. آمنوا، صدقوا، وصدقوا التصديق بالعمل، ثم غاب عن الوعي واستيقظ من جديد. زاد الناس: قل لا إله إلا الله. قال: أنتم قولوا لا إله إلا الله، أنا أقول لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فضج الغرفة: لا إله إلا الله. فغاب عن الوعي ثم استيقظ. قال: بني عشت أدعو للا إله إلا الله 60 سنة، لا إله إلا الله عليها أعيش وعليها أموت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مالت رقبته. أي ثبات! ما مر عليه فتنة؟ بلى، مات له من الولد، ماتت له من الزوجات، خسر من المال. يعلم، ينظر الشاشات عنده يقدر يأخذ، ينظر للحرام يقدر يصل إليه. إنما هو الثبات الذي أيها الأحباب ورث غبه وورث نتائجه عندما كاد يودع الحياة الدنيا. إذا بهذا الحبيب يذكر لا إله إلا الله، النتيجة ناجح. نسأل الله أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول ابن هبيرة يصف حال بعض المفتونين في أزماننا، في زمنه، وانظر عاد في زمننا، يقول: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. العقل ما الذي يغطيه يا أخوان ويجعل بعضنا يرتكب حرام؟ اللهم كما سترتنا فاغفر لنا يا رب العالمين. أحبابي، ما الذي يغير السكر؟ سكر العقول هذا ما الذي يغيره؟ إنها شراب من شهوة مخمورة. بعض الناس خمرة. خذ المثال: أحد مؤذن يؤذن، وقديما المؤذنين من اللي يؤذن يا أخوان؟ يؤذن الأمين، ولذلك اشترط الفقهاء على المؤذن أن يكون أمينا. لماذا؟ حتى لا يدخل وقت الصلاة في غير وقتها. الثاني، كان القديم ما في ميكروفونات، يصعد المئذنة ويكشف بيوت الناس، ولذلك عند الحي على الصلاة يغمض عينيه، حي على الفاعل، لأنه سيكشف. أما في القبلة فأمامه جدار. فيوم من الأيام أتاه الشيطان وقال للمؤذن وكان شابا: قال: أنت أمين، افتح عينيك، لماذا التغميض؟ رجل تؤذن من أعوام وتحفظ القرآن، ويحك أحد يجيك أنت، كل القرية تؤمن بعدالتك. ففتح عينه: حي على الصلاة. فوقعت عينه على امرأة في سطح بيتها قد بدت مفاتنها، فقطع الأذان ونزل من المئذنة وانطلق إلى باب أهلها وطرق الباب. نزلت، ردت عليه: من أنت؟ قال: أنا المؤذن. قالت: وماذا تريد؟ قال: علقت بك. قالت: كيف؟ قال: أريد النكاح. قالت: كيف النكاح وأنا نصرانية وأنت مسلم؟ قال: أكفر أتنصر لأصل إليك. قالت: أقول لأبي. فدعا والدها فلما أدخله قال: كيف تترك دينك؟ قال: لا تحدثني عن الإسلام، حدثني عن بنتك بس. أخطر السهام، ويتنصر ويموت في ليلة دخلته عقوبة، يخرج روحه نصراني مرتد. فتنة، إياك أن تعرض نفسك للفتن، فلا تتهم، لا تعطي نفسك أمانا، لأنه إذا أتاك الأمان اعلم أن الذي أعطاك الأمان هو الشيطان وليس الرحمن.